تعالوا نشوف إيلون ماسك ماذا يقول ونعلق على كلامه. Memphis, the capital of ancient Egypt. Right. Yeah, you're bringing what? Perhaps that's where our new god will come from. Yeah, no kidding. Yeah, I wish that was. إيلون ماسك بيقول للمذيع احتمال إن إلهنا الجديد، طبعا معروف إن الإله الجديد بتاعهم هو الدجال الأكبر، سيخرج من مصر. الكلام ده معناه إيه؟ معناه كلمتين صغيرين: إن هدف المنظومة، الهدف الأول للمنظومة هو مصر، مفيش كلام تاني. أي حد مش فاهم الكلام ده يراجع نفسه، وأي حد مش فاهم إن اليهود هدفهم الأول والأخير هو مصر يروح يراجع نفسه، وأي حد مش فاهم إن كل اللي بيحصل في دول العرب يمينا أو شمالا المقصد الأخير بتاعه هو مصر يروح يراجع نفسه. طبعا هو بيقول إن الدجال إلههم الجديد، يقول إن إلهنا الجديد سيخرج، ربما يخرج من مصر. طبعا الكلام ده كلام غلط، وينم عن فكر الناس ديت ومقصدهم الأساسي زي ما موجود في أسفار اليهود، سفر أشياء أو غيره، بأن هدفهم ووجهتهم الأساسية هي مصر من النيل للفرات. طبعا كلام إيلون ماسك طبعا كلام غلط، لا صحة له، هو خالي من الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدجال سيخرج من أصبهان أو أصفهان، وأتباع الدجال هم اليهود، يتبعه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، يخرج من بلدة اسمها أصبهان أو أصفهان، وإحنا عارفين أن أصبهان وأصفهان موجودة في إيران. وكذا مرة اتكلمنا عن العلاقة الوتيدة والعلاقة القوية جدا بين اليهود وبين إيران وبين الروافض، وما حدش من الناس مصدق، ولكن النبي قال إن الدجال يخرج من أصبهان. وإيلون ماسك ده واحد أراجوز ضمن المنظومة، فتيجي المنظومة النهاردة تعمل لك إيه؟ تاخد لك واحد زي إيلون ماسك كده تدعمه وتموله بمليارات الدولارات. هو يعني الدعم، هو الدعم معروف إنه من المنظومة. وواحد زي مثلا الواد بتاع الفيسبوك مارك، ومثلا وغيرهم الكثير، وبعض الشركات العملاقة، الشركات الكبيرة، ويتم تمويلهم لإيصال معلومات معينة والتحكم في بعض الأفراد اللي موجودين أو بعض الدول بطريقة معينة. فالأراجوز إيلون ماسك وغيره بيطلع بيتكلم كلام، هذا الكلام هو ما جابوش من دماغه، هو مطلوب منه يقول هذا الكلام، مطلوب منه يقول هذا الكلام. انت عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق ما تصدقش، ولكن معروف ان الحرب القائمة في المنطقة كلها، في منطقة العرب كلها، الهدف منها طبعا ضرب الإسلام والقضاء عليه، محاولة القضاء عليه واستبدال الإسلام بديانة ممزوجة اللي هم سموها الإبراهيمية الجديدة، يسموها الدين الإبراهيمية، اللي هو تعايش الأديان مع بعضها بالطريقة اللي هم عايزينها. فيبدأ يطعن في الإسلام، ويبدأ يضرب في الإسلام، ويبدأ بعد كده يضرب في ثوابت الإسلام، وتنتشر بعد ذلك هذه الديانة الجديدة. ويأتي بعض من يسمون أنفسهم مثقفين وكتاب، وبعض من ينتمي إلى العلم أيضا، ويحضر هذه اللقاءات وهذه المؤتمرات تتم الدعوة له. فالموضوع طبعا موضوع كبير وخطير جدا جدا جدا. الهدف الأول منه القضاء على الإسلام، الهدف الثاني القضاء على مصر، السيطرة على مصر، الهدف الثالث القضاء على مكة والمدينة. القضاء على مكة والمدينة طبعا يكون عن طريق الروافض اللي هو الدجال يطلع من وسطهم. القضاء على مصر طبعا يكون لصالح اليهود، والاثنين منظومة واحدة تابعين للرئيس الكبير اللي هو الدجال الذي أخبر عنه النبي أنه يخرج من أصبهان اللي هي إيران، وأتباعه اليهود. ولسه اللي جاي أكتر، والعلم عند الله تعالى.